بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ شفت وصفة كده على النت من كام يوم. الزيت القديم ازاي نكرره ونخليه نظيف. فانا هجرب الوصفة معاكم وربنا يقدم اللي فيه الخير ان شاء الله مع بعض كده. انا دي كمية زيت عندي قديمة، هحط فيها معلقتين نشا. بسم الله. بس انا ان شاء الله بعد ما اعمل الوصفة دي محتاجة، لو رأي الطب بيقول ان الزيت ده طبعا كده غلط، آه، مضر، بيسبب امراض والعياذ بالله سرطانية، حد يفيدنا وبإذن الله ربنا يصلح الحال يا رب. انا مش عارفة طبعا، الزيت غلي وانا عندي زيت قديم وطبعا بيقولوا يترمي، وفي بياعين بيشتروه يدول المطاعم. فاحنا عايزين نفهم يعني اللي احنا بنعمله ده صح ولا غلط. هولع عليه وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده بدأ يغلي. مش عارفة، بدأ يحصل فيه كلاكيع سودا كده، ما كانتش موجودة كلاكيع كبيرة. في كلاكيع سودا كده بدأت تظهر اهي على الوش اهي. الزيت ما كانش فيه حاجات كبيرة كده، الزيت كانت الحاجات اللي فيه بقى بقسماط دي محروق كده. فاحنا هو كده بيغلي. الوصفة على النت مفروض ان الزيت بيفصل عن النشا. بصوا يا جماعة، بدأ درجة غليان جامدة جدا. ربنا يحفظنا يا رب جميعا من الزيت ده، غليانه صعب. بس ما فصلش برضو زي ما بيجي على النت. الفيديو اللي شفته قبل كده كان بيفصل بسرعة كده. ده ما فصلش، بس لون الزيت نضيف. يعني هو لو واخدين بالكم معايا لون الزيت، مش عارفة بقى ده النشا بياضه ولا ايه، مش فاهمة. بس انا اصلا خايفة استعمله بقى. انا هستنى لما يبرد واصفيه واوريهولكم. لون الزيت اهو، ده لونه بعد اللي حصل. قاعد يغلي كتير قوي، وادي النشا من تحت تكون. حد بقى يقول لنا الزيت ده بعد الهدرجة دي ينفع نستعمله ولا ما ينفعش. وشكرا. زيت وحطيته في الازازة دي بعد ما صفيته، وده اللي اتبقى وبس كده. زي ما قلت لكم، لو في حد يفيدنا يا جماعة ارجوكم، الزيت ده نستعمله وامن ولا يترمي؟ يعني احنا مش عارفين.